السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. الإعلامي حفيظ دراج عبر أيضا عن رأيه فيما حدث اليوم من لقطة جمال بلماضي، وكذلك ما حدث للمنتخب في مباراة اليوم الودية. المنشور من صفحة الإعلامي حفيظ دراجي: مباراة رسمية بصيغة ودية، تعادل مرضي ومنصف انتهت عليه المباراة الدولية الودية بين الجزائر الذي بدأها يعني خطأ أول بدون قلب هجوم صريح، ومصر ب10 لاعبين لمدة ساعة من زمن المباراة في أجواء أخوية وتنافسية رائعة وحضور جماهيري كبير. هذه هو نوع تعبير مباشرة يصرف في السطاتي هذا، أخطاء إملائية حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو نوع المباريات التي تعطي فكر المدربين عن قدرات لاعبيهم ومدى نجاح خياراتهم الفنية قبل انطلاق تصفيات كأس العالم شهر نوفمبر القادم ونهائيات كأس إفريقيا في كوت ديفوار بداية السنة. خيار بلماضي اللعب من دون قلب هجوم صريح، وحفاظ منتخب مصر على توازنه رغم النقص العددي، وتصرف بلماضي مع بالرحمة عند تعويضه. كانت أبرز عناوين مواجهة ودية بالاسم فقط لأنها لم تكن كذلك للمنتخبين. أولا المنشور راهو معمر أخطاء إملائية. أنا ما راحش نعبر على الأخطاء الإملائية لأنه أظن بأنه كتبه وهو كان مزروب. نعم كانت عنده سرعة، لكن حفيظ دراجي ليه نزل البوست هذا في صفحته على الفيسبوك معني مباشرة بعد أن نهاية المباراة. يعني أظن بأنه كان مزروب وكان ما عندوش وقت باش يخمم حتى يريقل الأوضاع نتاعو. حاجة واحدة أخرى هي اللقطة التي حدثت بين بالماضي وكذلك بالرحمة، وقد نشر عليها وقال لك تصرف لا يليق ببلماضي والمنتخب الوطني مهما كان السبب. أظن بأن اللقطات هذه حدثت لمحرز عندما كان في السيتي مع غوارديولا، حدثت للكثير من المدربين. أحمد حسن حدثت له مع حسين شحاتة، يعني المدرب المصري الذي فاز بثلاث إفريقيا على التوالي. يعني تصرفات تحدث بين المدرب واللاعب. لا، لماذا هذه البلبلة؟ لماذا لم تظهر كما فوز المنتخب الوطني الجزائري بخماسية؟ لم أرى لك أي منشور في صفحتك. لكن لماذا هذا التهجم على بالماضي وكأنه قام بتفجير قنبلة؟ ولا بالماضي الآن بهذا التصرف قد فتح باب الانتقاد؟ أنا أتبنى لي يجب على الكل أنه يلتحم يعني على هذا المنتخب ويمد له الاستقرار. نحن لدينا مباريات ودية يعني تحضيرية، يعني حتى وخسرنا باش نشوفوا وش يخصنا، وش هي الخصائص، وش هي النقائص في المنتخب. ماشي لازم نربحوا كلش. بالإضافة إلى أنه أنت كإعلامي كبير يجب عليك أن تكون اللي راح ترشد الناس لواش يديروا، لأنك 6 ملايين متابع، أكيد كاين ناس تتأثر بالكلام نتاعك. هذا ما هذا إلا يعني كلام، ويبقى كلام، ونلتقي في فيديو آخر.